سفرتنا النهاردة حمام محشي، وهنحشي فراخ كمان بطريقة بسيطة وجميلة وسهلة جدا، والخلطة هتبقى حاجة كده يعني سهل ممتنع بتوابل بسيطة. أهم حاجة خليكم معايا لآخر الفيديو، اللي ما اشتركش في القناة يشترك معايا ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واللي لسه ما تابعنيش على صفحة طبخة وشنطة على الفيس، اتمنى ويشرفني انه يتابعني ولايك وشير كتير للفيديو عشان يقدر يوصل لاكبر عدد، وكلنا نقدر نستفيد من بعض باذن الله. لكل شيخ طريقة، ودي طريقتي في الحمام، وباذن الله هتعجبكم جدا لان الخلطة انا بعملها يعني بطريقة بسيطة خالص، السهل الممتنع زي ما بيقولوا. طعم الخلطة وطعم الرز بيبقى جميل جدا، وما بكترش التوابل ولا بحط حاجات اختراعات يعني. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل الحلويات دي ازاي. انا معايا بصلتين كبار مقطعاهم عادي بالسكينة او فرماهم في الكبة عادي خالص، خدت منهم معلقتين في الحلة اللي هعمل فيها الرز، والباقي احط عليه ملح، فلفل، بابريكا، وشوية بهارات اللي هي السبع بهارات. وهمسك الحمام بتاعنا، انا فاصله الجلد طبعا عن اللحم زي ما انتوا شايفين كده، اللي هي الحصاله من عند الزور. وهمسك الحمام بتاعنا اتبله من بره ومن جوه، من البطن من جوه ومن بره كويس جدا. خلص الكميه بتاعتي، انا عامله حمام وعاملين فراخ كمان، تمام. وباقي البصل مع البصلتين اللي انا خدتهم في حله على النار بسمنه، اديها تشويحه بسيطه جدا يا دوبك تصفر. وهنزل بالقوانص الاول عشان بتاخد طبعا وقت شوية عن الكبدة، اديها تشويحة حلوة. واول ما يغير لونها بتاع 5 دقايق كده، انزل بالكبد بتاعتنا متقطعة صغير طبعا، واديها برضو تشويحة كويس جدا لحد ما تستوي تماما. وده رز، ده رز ابيض مصري عادي جدا غسله كويس، وحطيته على الكبد والقوانص. التوابل هما 3 حاجات، ما بزودش حاجة: ملح، فلفل اسود، وسنة قرفة. وكل حمامية يا جماعة بتاخد طورة رز يعني بغرفة ايدك كده، او ممكن اقل من نص كوباية، معلقة او معلقتين. نص كوباية ناقصة معلقة او معلقتين، وازودهم مية يا دوبك اقل ما تغطيها تستوي نص سوا، الرز يبقى نص سوا. حلة على النار فيها طماطم، فلفل، بصل، ورق لورا، حبهان، فلفل اسود حب، والملح بتاعنا طبعا. وبس كده انا خلصت المية، جهزتها لسلق الحمام. هستنى اما الرز بتاعي يبرد خالص عشان الحمام ما يفرقعش معانا، واحشي قلبه كده من جوه، وازق بايدي عشان يطلع للزور من فوق. بصوا كده اهو، ازق من تحت، انا ما بحشوهوش من فوق. ساعات الجلد من كتر ما هو بيبقى رقيق بتاع الحمام بيتقطع، فبعمله من تحت بيبقى اسلم. ومن عند تحت الجلد كده برضو احشيه، بس مش هكتر قوي عشان الحمام ما يفرقعش معانا. وهقفل الرجلين كده من تحت، واتني الجناحة بالطريقة دي عشان شكلها يبقى حلو في التحمير. وكده خلصنا. هعمل واحدة تانية ماشي. ممكن انا بخلي الراس، وهقول لكم ممكن في حشوة تانية الراس انا بحطها فين. احشي برضو البطن بنفس الطريقة، وازق بايدي كده الرز لجوه عشان يطلع من ناحية الحصالة او الزور من فوق كده اهو، تمام. ومش هكتر. وبعد كده برضو من تحت الجلد اهو سالك ومفرغاه وسهلة والدنيا تمام. واوزع كده، والراس اللي انا قطعتها احطها كده في الحتة دي، بتخلي الرز يمسك حلو وما يطلعش من قلب الحمام. وبرضو اقفل بالرجلين كده، وبرضو اتني الجناحة لورا عشان شكل الحمامية كده واحنا بنحمرها يبقى ظريف كده وجميل. ودي طريقة برضو. انا حشيت واحدة برضو اهي معاكم، بس هوريكم الراس بقى دي انا هعمل فيها ايه. انا هزقها في الجلد بتاع الزور كده اهو. بصوا شكلها برضو جميل مش وحش، وفي التحمير بيبقى شكلها ظريف جدا. واتني برضو الجناحين كده لورا، وخلص الكمية كلها وارجع لكم.
ما شاء الله تحفة. انا خلصت الكمية كلها وكان عندي فرختين كمان حشيتهم في المية وهي بتغلي. بقية البصل انا نزلت في قلب المية اللي انا كنت متبلة فيه الحمام، ما رميتوش. ودي فرخة انا حشيتها برضو. تمام، هنزل بالحمام بتاعنا كله، مش هياخد نص ساعة لان ده حمام تربية بيتي وصغير. نشلته، هبتدي احمره في الزيت، وفي ناس بتدهنه قشطة بحتة سمنة بشوية لبن كده وعسل ابيض والتوابل، وتقوم محمراه بيه، بس انا استكفيت بكده على طول. احمره من جميع الجوانب بطريقة بسيطة جدا اهو، مفيش اي حاجة يا جماعة. كل الحكاية الخلطة تظبطيها وايديكي تبقى حلوة في الحشو. وده بعد ما الحمام بتاعنا احمر رصصته في طبق التقديم. طبعا احنا عاملين كمية اكبر من كده، بس انا جبت لكم طبق واحد. تمام، كان طعمه لذيذ جدا وجميل جدا. يا رب يكون عجبكم وقناتي تكون عند حسن ظنكم، والسلام عليكم.